هنبدأ ننفذ مادة الكراكليه. مادة الكراكليه يمكن تنفيذها على أساس بلاستيك نص لامع أو على أساس ميتاليك ديزلر، والأفضل أساس ميتاليك ديزلر لقوة المنتج على الحيطة علشان يبدأ يديك تشقية الكراكليه اللي أنت عايزها بالشكل المطلوب على الحيطة. هنبدأ نجهز الأرضية بتاعتنا بميتاليك ديزلر على حسب اللون اللي مطلوب، وبنلاحظ إن ميتاليك ديزلر قوة تغطية عالية جدا على الحيطة. ملاحظين إن لون نحاسي لون غامق على أساس أبيض وقوة تغطية من وش واحد على الحيطة. وأحاول وأنا بفرد الميتاليك كأساس أرضية، الأفضل إن أنا أفرده حتى لو على حيطة بفرشة بضربات عشوائية على الحيطة علشان آخد الأرضية نفسها مش لون واحد. الميتاليك بيكب معايا لونين في بعض، فآخد أرضية بتكب معايا فتظهر معايا في تشقية الكراكليه بشكل عشوائي جميل. هنبدأ بعد ما جهزنا أساس لمادة الكراكليه، هنبدأ ننفذ مادة الكراكليه على الحيطة. من أهم مميزات ديزلر في مادة كراكليه ديزلر وهي الشفافية العالية في المادة وقوام المنتج نفسه عشان اللزوجة العالية اللي فيه، فبيدي مرونة وسهولة في طريقة فرده على الحيطة. هنبدأ نفرد مادة الكراكليه على الأساس الميتاليك اللي احنا جهزناه. من أهم خطوات فرد مادة الكراكليه على الحيطة إن أنا بفرد مادة الكراكليه الأول بطريقة طولية على الحيطة بالشكل ده، بفرد بطريقة طولية بالشكل ده وابدأ امس في اتجاهات عرضية علشان اضمن ان مادة الكراكليه انفردت على الحيطة بشكل متساوي ومنتظم. كل ما تنيني امس في المادة وافرد فيها بطريقة طولية وطريقة عرضية لحد ما احس ان لون مادة الكراكليه بدأ يبيض معايا كله على الحيطة، مفيش اماكن شفافة واماكن بيضة، بالتالي أضمن إن مادة الكراكليه اتفردت بطريقة منتظمة على الحيطة وبشكل متساوي. هنبدأ نشطب مادة الكراكليه. مادة الكراكليه زي ما اتكلمنا عنها في البداية هي مادة شفافة. فكرة المادة ان انا بعمل بمادة عازلة هي مادة الكراكليه، عازل ما بين طبقتين دهان، طبقة اولى وطبقة تانية. هي دي فكرة المادة. من اهم مواصفات المادة هي الشفافية العالية في المادة، علشان كده بظهر مجرد الكراكليه مادة الكراكليه ما بتشقق طبقة الدهان اللي مدهون عليها، بتبدأ تظهر لي السطح اللون اللي تحت، علشان دي ميزة في شفافية المادة العالية. الميزة التانية في المادة وهي ان المادة ما بتتلونش خالص، ممنوع ان المادة تتلون ولا تتخفف بمية. وزي ما قلنا في طريقة فرد المادة، اهم حاجة علشان اعرف ان المادة اتفردت بطريقة منتظمة ومستوية على الحيطة ان انا بفرد المادة في اتجاه طول وارجع امسه في اتجاه عرض علشان اقدر اعمل توزيع متساوي لمادة الكراكليه. نسبة فرد المادة الكيلو بيفرد من 6 ل 8 متر على الحوائط. لو بتتوظفوا على الكرانيش الكيلو بيفرد على الكورنيشة من 20 ل 25 متر على الكورنيشة. من أهم مميزات مادة الكراكليه أو المشاكل اللي بتقابل الفنيين في توصيف مادة الكراكليه وهو إزاي إنه يتحكم في التشقيقة في مادة الكراكليه. أهم ميزة في مادة الكراكليه عشان أتحكم في التشقيقة بتاعتي وآخد تشقيقة متميزة أيا كان الشكل اللي أنا عايزه، ناعم أو وسط أو خشن. اهم حاجة ملوش علاقة بتجهيز او سمك مادة الكراكليه اللي بفردها على الحيطة، لا هو بيجي من نتيجة فرد او طبقة الدهان اللي بدهنها فوق الكراكليه. سمك الدهان اللي بدهنه فوق الكراكليه هو اهم حاجة اللي بيخلينا نتحكم في شكل التشقيقة ان كانت ناعمة او وسط او خشنة على
الحيطة، فبالتالي مش محتاج ان انا اعمل سمك من مادة الكراكليه على الحيطة، مش محتاج ان انا الون مادة الكراكليه علشان اظهر الوان مجموعة الوان. اقدر اعمل تداخل في الوان في مادة الكراكليه زي ما احنا شايفين الجزء اللي في العينة ده. الارضية متجهزة بالميتاليك، مجموعة الوان 3 الوان مع بعض، فضي وذهبي ونحاسي، فبالتالي التشقيق اللي هيظهر معايا هيظهر مجموعة ألوان في تشقيق زائد الخلفية اللي هي طبقة الدهان البلاستيك. أهم حاجة في تشقيق الكراكليه إن لازم أشطب ببلاستيك مط أكريليك أو ربع لامع أقصى حاجة، ما ينفعش بلاستيك نص لامع، لأن البلاستيك النص لامع داخله مادة سيليكون، مادة السيليكون مطاطية، فبالتالي البلاستيك هيمط معاك، مش هتقدر تتحكم في تشقيق الكراكليه على الحيطة بالشكل المطلوب أو الشكل المناسب ليك. هنبدأ نشطب مادة الكراكليه بعينتين 2. الجزء اللي فوق اللي احنا جهزناه ميتاليك نحاسي، هنبدأ نحط لون يتناسب معاه وهو اللون الاوف وايت او البيج الفاتح، وهنبدأ المادة اللي تحت عشان فيها الوان فاتحة والوان غامقة هنبدأ نحط على الحيطة في مجموعة الالوان لون غامق علشان اظهر مجموعة الالوان الفاتحة اللي تحت. التشقيقة اللي فوق اللي على النحاسي دي هتبقى تشقيقة متوسطة، ولا هي ناعمة ولا هي خشنة، هتبقى تشقيقة متوسطة. ازاي اطلع بتشقيقة متوسطة في مادة الكراكليه؟ هو ان انا بخفف مادة البلاستيك اللي انا بشطبها فوق الكراكليه 5% بس بمية، وبدهن مادة البلاستيك بالرولة برولتها على طول. ما ينفعش افرد البلاستيك واقعد امس فيه كاني بدهن دهان بلاستيك عادي. بحاول بقدر الامكان اعمل كثافه من ماده البلاستيك على الحيطه علشان اخد تشقيقه اللي هي المتوسطه. لو انا محتاج اخلي التشقيقه في نفس الالوان بس تشقيقه ناعمه، بخفف البلاستيك بنسبه من 5 ل 10% بميه، وابدا برضو افرد الروله برولتها على الحيطه. لو انا بشتغل الكراكليه، من اكبر المشاكل اللي بتقابل الناس الفنيين في توظيف الكراكليه على الكرانيش، ما ينفعش اخفف البلاستيك اللي بشتغل بيه بشطب بيه ماده الكراكليه على الكرانيش نهائيا. بشتغل بالبلاستيك خام على طول وبشتغله بفرشه زي ما هنشوف في العينه اللي تحت. هنبدا نشطب العينه اللي فوق وهي التشقيقه المتوسطه. ازاي اعمل تشقيقه متوسطه على الحيطه؟ زي ما احنا شايفين بحاول بقدر الامكان اعمل كثافه من ماده البلاستيك اللي انا بشطب بيها ماده الكراكليه. مجرد ما بتفرد طبقه الدهان البلاستيك بتسيب الماده الحيطه بتاعتك او الكرانيش، بتسيبها لمده من 10 دقايق لربع ساعة عشان تظهر معاك التشقيقة بالشكل اللي انت عايزه يظهر معاك على الحيطة. هنبدأ نعمل ديزاين تاني من مادة الكراكليه وهو تشقيقة أوسع شوية. زي ما قلنا العينة دي متجهزة، الأرضية ميتاليك، فضي ودهبي ونحاسي، تداخل ألوان مع بعض. وهنبدأ بعد كده نجيب طبقة دهان البلاستيك ونبدأ الديزاين الواسع في مادة الكراكليه. بفرده بفرشة عادية خالص مش برولة. الرولة بتطلع معايا شكل تشقيق منتظم، زائد ان التشقيقة بتبقى يا اما متوسطة يا اما ناعمة. انما لو محتاج تشقيقة اوسع بفرد مادة البلاستيك بالفرشة العادية بالشكل ده. حاول وانا بفرد بالفرشة. ليه بنقول بالفرشة؟ لان الفرشة هتعمل معاك سمك في طبقة الدهان اكتر من الرولة، وهو ده اللي احنا محتاجينه في التشقيقة الواسعة. عشان اعمل تشقيقة واسعة لازم اعمل سمك من مادة الدهان على الحيطة.
احاول بقدر الامكان اخلي الفرد بتاعي او الحط اللي انا بفردها على الحيطة تكون بطريقة عشوائية عشان ما يظهرش معايا اي الحامات على الحيطة. كل ما بعمل كثافة من طبقة دهان البلاستيك النهائية كل ما باخد تشقيقة اوسع.